عمرك تخيلت إن المكان اللي قضيت فيه أجمل أيام طفولتك ممكن يتحول لكابوس؟ مكان كان كله ضحك ولعب وشقاوة ممكن يخبي وراه سر اختفاء مرعب، سر لسه بيتردد صداه في جدرانه المهجورة لحد النهاردة. القصة اللي هحكيها لك النهاردة مش مجرد حكاية، دي لعنة حقيقية. لعنة بدأت مع بنت صغيرة شقية كانت بتكره كل القيود، وانتهت باختفاء هز مدينة بالكامل. لو قلبك جامد استحمل الرعب واسمع للنهاية. كانت في بنت صغيرة في ابتدائي اسمها ليلى. ليلى دي ما كانتش زي أي بنت تانية، شقوتها كانت طاغية، عفريتة صغيرة كل يوم لازم تعمل مصيبة جديدة في المدرسة. المعلمة تعاقبها وهي ولا فارق معاها، تكمل لعب وضحك وجري كأن مفيش حاجة حصلت. بس ليلى دي رغم شقوتها كانت ليها عين بتشوف حاجات غيرها ما بيشوفهاش. في الفترة الأخيرة قبل الأحد اللي قلب حياتهم كلهم، ليلى بدأت تلاحظ حاجات غريبة في المدرسة. ظلال سريعة بتتحرك في الممرات الفاضية لما تكون لوحدها في الفسحة، همسات خافتة بتظهر من أوضة الموسيقى المهجورة اللي محدش بيقرب منها. وفي يوم سمعت عامل النظافة العجوز عم حسني بيتمتم لنفسه وهو بيكنس قدام الحمام القديم، بيقول بصوت يكاد يكون مسموع: الحمام ده له أهل، اوعوا تسيبوا حد فيه لوحده بعد المغرب. ليلى ما فهمتش وقتها وضحكت على كلامه الغريب كعادتها، بس الكلمات دي كانت مجرد مقدمة للرعب اللي جاي. جه اليوم المشؤوم. المعلمة خلاص طفح بيها الكيل من شقوتها، قررت عقاب مختلف، حبستها في حمام المدرسة القديم. ليلى في الأول ضحكت فاكرة إنها مجرد لعبة زي كل مرة، لكن لما الباب اتقفل بالترباس والسكون التام بدأ يسود المكان وبدأ الظلام يزحف ببطء، بدأت الحقيقة المرة تظهر. مرت ساعات طويلة، ليلى بتحاول تصرخ، صوتها بيطلع بصعوبة لكن مفيش صوت بيرد عليها. كل صرخة كانت بترجع ليها كصدى مرعب في فراغ الحمام المظلم. الجوع بدأ يقص معدتها والبرد القارس تغلغل في عظمها لدرجة إنها حست أنها متجمدة. وفجأة بدأت تحس بلمسات جليدية على رقبتها، كأن صوابع خفية بتمر عليها ومحدش موجود. لعبتها المفضلة دبدوبها الصغير اللي كان معاها طول الوقت فجأة عيونه بدأت تلمع في الضلمة، وبدأ يبتسم ابتسامة غريبة مخيفة بشكل لا يصدق. في نص الليل المدرسة كلها كانت في سكون تام، بس جوه الحمام الكابوس كان في أوجه. ويقال، ودي شهادات متفرقة للناس سمعوا وشافوا حاجات غريبة في المدرسة بعد اختفاء ليلى، إنها في اللحظات دي رأت الجدران حواليها بتنزف، كتابة دامية بتظهر وبتختفي مش لوحدك. كل سطر كان بيظهر بالدم بيختفي ليظهر تاني في مكان مختلف على الحائط. قلبها كان بيدق بسرعة جنونية كأنه هيخرج من مكانه. في نفس اللحظة سمعت صوت بكاء أطفال بيختلط مع همسات حفرة طالعة من كل ركن في الحمام. مش مجرد أصوات، دي كانت بتشوف ومضات سريعة لصور أطفال تانية، عيونهم فارغة وغرقانة في الرعب، كأنهم كانوا هنا قبلها بكتير، محبوسين وبيشاركوها لمصيرها. كل ما حاولت تمسك أي حاجة تديها أمان، مصباح صغير كان مرمي في الأرض، حتى الدبدوب اللي كان في إيديها أو إزازة مية فاضية كانت جنبها، كانت بتختفي فجأة من إيديها وكأنها سراب. الخوف سيطر عليها لدرجة إنها ما بقتش عارفة هي بتصرخ ولا بتهمس. وفجأة سمعت صوت زجاج بيتكسر جنب ودنها، كأن شيء غير مرئي سقط من أعلى السقف. بعدها حست الهواء بقى بارد بطريقة مش طبيعية، لدرجة إنها حست إنه روح باردة دخلت المكان، وريحة عفن قوية مالية الحمام كله. والغريب إن صدى صوتها بقى بيرجع ليها بكلمات هي أصلاً ما قالتهاش،
كلمات غريبة ومجهولة كأنها بتتردد من كائن غير مرئي بداخل الحمام. في نص الليل المعلمة فاقت من نومها مرعوبة، قلبها وقع في رجليها لما افتكرت البنت اللي سابتها في الحمام. اتصلت بالبوليس فوراً. الكل راحوا المدرسة في عز الضلمة، الرعب كان مليهم قبل ما يدخلوا حتى. فتحوا باب الحمام لكن الصدمة كانت مرعبة، مفيش أي أثر، لا طفلة ولا حتى صوت، حتى أثر رجل واحدة على الأرض ما كانش موجود، وكأنها اختفت تماماً من الوجود، ابتلعها الضلمة للأبد. بس القصة ما انتهتش هنا. في الصباح التالي وجد عامل النظافة المسكين عم حسني اللي كان حذر منها في الأول شيء خلاه يتجمد في مكانه من الرعب في خزانة الكتب القديمة في المكتبة اللي بعيدة تماماً عن الحمام. لقى دبدوب البنت الصغير، عيونه كانت فارغة تماماً ووجهه ملتوي بطريقة غريبة، كأنه تعرض لرعب يفوق الخيال. وفي إيدها الصغيرة الممزقة كان بيمسك خصلة شعر ليلى المفقودة. ولما حاول يرميه الدبدوب رجع مكانه تاني في الخزانة كأنه بيعرف الطريق لوحده، وظهرت عليه آثار طين ودم. من بعد الليلة دي بقت في شائعات مرعبة بتلف المدرسة زي النار في الهشيم، وكل يوم بتزيد حكايات الرعب. ظهور البنت في مرايات المدرسة القديمة، وصوت بكا بيطلع من الحمام كل ليلة بيتردد في الممرات المظلمة، وعلى باب الحمام بتظهر يد صغيرة مطبوعة بالدم كل صباح، وكأنها بتحاول تخرج أو يمكن بتحاول تحذر. اللي يدخل الحمام بعد المغرب بيحس بخنقة رهيبة، كأن في إيد بتضغط على صدره، وعيون بتراقبه من كل مكان، من الزوايا المظلمة ومن الشقوق في الحوائط. بعض المدرسين اللي حاولوا التحقيق في الأمر اختفوا هم كمان، أو بقوا عايشين في حالة رعب دائم، محبوسين في بيوتهم بيصرخوا من كوابيس متكررة عن ليلى. المعلمة اللي نسيتها أصبحت بتشوف كوابيس مرعبة كل ليلة عن ضحكة ليلى الشقي اللي بيتحول لصراخ مخيف، وبتصحى على آثار أيادي صغيرة مطبوعة بالدم على شبابيك بيتها المقفولة، كأن ليلى بتحاول تدخل أو يمكن بتطالبها بالانتقام. كتير بيعتقدوا إن دي مجرد حكاية، أسطورة مدرسية، لكن لو القصة دي وصلت لحد هنا فده معناه إنك دخلت عالم ليلى، عالم الرعب اللي محدش عارف إذا كان انتهى ولا لسه بيبدأ. لو قدرت تكمل الحكاية دي كلها وما حصلش معاك شيء غريب لازم تشاركنا. اكتب في الكومنتات تحت الفيديو لو عندك تفسير للي حصل، أو لو عندك تجربة مرعبة خاصة بيك. إيه اللي ممكن يكون حدث لليلى؟ هل هي وحدها في الحمام أم معها أشباح أخرى؟ اعمل منشن لصديقك الجريء وادعيه يجرب يكمل الفيديو للنهاية لو قلبه جامد بجد، وشوف هيحصل معاه إيه. أول تعليق جريء أو قصة حقيقية وموثقة هنعرضها في آخر الفيديو الجاي، يمكن كده نساعد في كسر اللعنة دي ونخلي اسمك في الحكاية للأبد. أما أنت فبمجرد أن أنهيت هذه القصة، هل سمعت همساً خافتاً خلفك؟ هل شعرت بيد باردة تلمس عنقك؟ قبل أن تقوم من مكانك انظر في أقرب مرآة، ربما لا تكون وحدك فيها، وربما تكون اللعنة قد بدأت تتحرك نحوك. لا تنسى الاشتراك في قناة حكاوي جميلة، ودوس على زر الجرس عشان ما يفوتكش أي رعب جديد قبل ما القصة الجديدة تبدأ وانت مش هنا.